بيبدأ الفيلم بمشهد لسواق داخل المدينة بعربيته، وبيلاحظ إن في عملية تعقيم لكل العربيات اللي داخلة. ولما بيسأل عن السبب بيقول له واحد إنه مجرد تسريب غاز وتمت السيطرة عليه، وإن ده مجرد إجراء روتيني. بعدها بيجي للسواق تليفونه، لما بيحاول إنه يجيب التليفون علشان يرد يحس إنه صدم حاجة بالعربية. بيوقف العربية وبينزل عشان يشوف إيه اللي حصل، وبيلاقي إنها غزالة وخلاص ماتت. فبيطمن على العربية، بعدها بيسيبها وبيمشي. لكن الغريب ان الغزالة بترجع تاني للحياة وبتقوم تقف، وعينها بتتحول للون الابيض بشكل مرعب. بعدها بنشوف ساكو وهو في شغله، وبيكون مدير مالي في شركة كبيرة. بيطلب ساكو من المساعد بتاعه انه يجيب له هدية لبنته علشان عيد ميلادها، لانه مش فاضي يجيب لها هدية. بعدها بينزل الجراج عشان ياخد عربيته، وبتكلمه مراته اللي انفصل عنها، وبتطلب منه انه بنتها تيجي تقضي معاها عيد ميلادها. وبيقول لها ساكو انه مشغول وانه مش فاضي انه يوصلها لها. بعدها بيروح للبيت وبتقابله امه، وبتقول له ان سو بنته حزينه جدا واحوالها متغيره من يوم ما انفصل هو وامها. وبيدخل ساكو لبنته وبيقدم لها هديه عيد ميلادها، ولما بتفتح سو الهديه بتلاقيها نفس الهديه اللي جابها لها ابوها السنه اللي فاتت. يظهر الحزن على سو، وبيحاول ساكو انه يراضيها، وبيسالها ايه الهديه اللي تحب يجيبها لها. وبتقول له سو انها عايزه تسافر بسال لامها، وبيوافق ساكو عشان يراضيها. تاني يوم بيتحركوا علشان يركبوا القطر البسان، وفجأة بيشوف ساكو عربيات مطافي وإسعاف مالية الطريق، وبيعرف إن في حريق كبير في المدينة. وبيوصلوا للمحطة وبيركبوا القطر، وبيكون ساكو بيتكلم في التليفون، وبتركب واحدة القطر من غير ما الأمن يشوفها. بعدها بيتحرك القطر، وبتكون في ناس عاملة شغب وبتتخانق، وبتلاحظ سو إن في حد هاجم على الأمن اللي واقف على المحطة. يشتكي واحد من الركاب لأمن القطر إن في حد في الحمام وقافل عليه الباب ومش راضي يفتح. ولما بيفتح الأمن الباب بيلاقوا راجل شكله مرعب وخايف من حاجة، وبيتكلم كلام غريب وبيقول إن الكل هيموت. بعدها بتظهر البنت اللي ركبت القطر من غير ما الأمن يشوفها، وبيكون على جسمها آثار عض، وبتقع على الأرض، وبتشوفها المضيفة وبتحاول إنها تساعدها. وفي الوقت ده بياخد ساكو باله إن بنته مش موجودة جنبه، وبيشوف في الأخبار إن في شغب في المدينة وإن الجيش انتشر فيها. كون المضيفة بتطلب المساعدة للبنت اللي وقعت في القطر، وفجأة بتتحول البنت دي وبتهجم على المضيفة من ظهرها وبتموتها، وبتكمل عض وهجوم على باقي الركاب. وبتصحى المضيفة تاني بعد ما بتكون اتحولت، وبتهجم هي كمان على الركاب. وفي نفس الوقت ده بيكون ساكو بيدور على بنته، وبيلاقي مجموعة كبيرة من الركاب جايين عليه وبيصرخوا. وبيلاقي سو وبياخدها من قدامهم وبيجري، وبيلاحظ ان اي حد بيتعض بيتحول لزومبي. وفي الوقت ده بيكون وصل للعربية بتاعته، وبيدخل وبيقفل الباب وراه. وبيوصل القطر للمحطة وبينزل الركاب، وبيلاقوا ان المحطة هادية وفاضية حتى من قوات الجيش. تيجي سو مع بنته للبوابة الغربية زي ما قال له صاحبه، وبيكمل باقي الركاب في طريقهم لحد ما بيلاقوا الجيش. لكن فجأة بيكتشفوا ان قوات الجيش نفسها اتحولت وبيهجموا عليهم، وبيكون ساكو مستني صديقه انه يساعده زي ما اتفق معاه. لكن فجأة بيلاقيه بيتصل بيه وبيقول له انه مش قادر يتواصل مع حد من زمايله في الجيش وان في حاجة غلط. فجأة بيلاقي ساكو كل الركاب راجعين بيجروا، وبيشوف زومبي هيهجم على بنته، لكن بيجي واحد في اللحظة الأخيرة وبينقذها، وبياخدها هو ومراته وبيجروا. وبيقدر ساكو وباقي الركاب انهم يقفلوا عليهم الباب، وبيجري الباقي على القطر وبتنهار البوابة، وبيهجم عليهم الزومبي. وبيركب ساكو القطر وبيساعد سانج انه يركب معاهم، وبيتصل سواق القطر بالقيادة وبيبلغهم باللي حصل وانه هيكمل لبسات. وبيوصلوا لباب العربية وبيخبطوا عليه، لكن باقي الركاب بيكونوا قافلينه من ناحيتهم ورافضين انهم يفتحوا لهم. وبيتعض سانج من الزومبي، وبيطلب من ساكو انه ياخد باله من مراته، وبيمسك لهم الباب لحد ما يقدروا كلهم يدخلوا العربية التانية. بعدها بيهجم عليه الزومبي وبيتحول زيهم، وبيطلب منهم باقي الركاب انهم يفضلوا بعيد عنهم علشان لو حد فيهم مصاب. فبيروحوا لاخر العربية وبيقفلوا عليهم. وبتفضل واحدة من الركاب باصة من الإزاز على أختها اللي اتحولت لحد ما بتقرر في النهاية إنها تفتح لها الباب. وبيهجم الزومبي على كل الركاب اللي في العربية وبيموتوا، ومش بيفضل غير ساكو والمجموعة اللي معاه. وفجأة بيحسوا بصدمة قوية في القطر. بيقول لهم السواق في الميكروفون ان طريق القطر مسدود، وانه هيضطر انه ينزل ويشوف قطر تاني يكملوا بيه باقي الطريق. علم سونج ازاي توقف القطر لما توصل لبسان، وبيقول لبنته انها لازم تفضل مع سونج، وبتترجاه بنته انه ما يسيبهاش ويمشي. لكن بيخرج بسرعة وبيقفل عليهم باب العربية، وبيفضل يعيط وبيفتكر ذكرياته مع بنته، وبيبدأ تظهر عليه علامات التحول. وبيرمي نفسه من القطر وبتكون بنته شايفاه. بيوصل القطر البسان، وبتنزل سونج ومعاه سو، وبتعدي من نفق ضلمة، وبيكون في الناحية التانية من النفق موجود قوات من الجيش، وبيبلغوا انهم شايفين ست ومعاها بنت،
لكن النفق بيكون ضلمة ومش متأكدين انهم سلام، وبتجيلهم الأوامر بقتلهم. لكن قبل ما الجنود تطلق الرصاص بتسمع صوت بنت بتغني، وبتكون سو بتغني الأغنية اللي كانت عايزة أبوها يشوفها وهي بتغنيها. وبتتأكد الجنود من سلامتهم، تتحرك قوات الجيش ناحيتهم وبينقذوهم. ولحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفكم الملخص.